السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم محمود صالح في حلقة جديدة من نشرة المشجع. زي ما تعودتم حلقتنا فيها كل الأحداث اللي تخص الأهلي، فيلا بينا نبدأها مع بعض. الأهلي ينفرد بصدارة الدوري بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه بعد الفوز على إنبي بالثنائية وتعادل الزمالك مع الداخلية. سمير محمود عثمان الحكم الدولي السابق يؤكد أن قرار محمود البنا كان صحيح في كرة ياسر إبراهيم وأن إنبي لا يستحق أي ركلة جزاء. الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري ويصف المسابقة بالتمثيلية الهزلية التي يقودها اتحاد الكرة ولجنة الحكام لإهداء الدوري للأهلي. الزمالك يقرر إيقاف كافة مستحقات لاعبي لأجل غير مسمى وخصم 20% منها بسبب تراجع النتائج، وإيقاف عبد الله جمعة وأحمد فتوح وعرضهم للبيع. جماهير الأهلي على مواقع السوشيال ميديا تقبل اعتذار محمد مجدي قفشة بعد تسجيله هدف رائع أمام إنبي. إشادة جماهيرية كبيرة بعمرو السولية بعد استعادة اللاعب مستواه والعودة للتألق مجددا. طبيب الأهلي يؤكد سلامة عين أحمد نبيل كوكا وانتظام اللاعب في التدريبات غدا بشكل طبيعي. أليو ديانج يفوز بجائزة رجل مباراة الأهلي وإنبي بعد ظهوره بشكل مميز في المباراة وتسجيله هدف رائع. سامي قمصان يؤكد أن طاهر محمد طاهر قد يبدأ الدخول مع الفريق مجددا في المباراة المقبلة أمام المصري لتجهيزه لمباراة القمة أمام الزمالك. الأهلي يعلن بشكل رسمي استعارة خالد عبد الفتاح من سموحة لمدة 6 أشهر بأحقية الشراء النهائي. أنباء عن وجود مفاوضات من الأهلي مع مصطفى عبد الرؤوف زيكو لاعب حرس الحدود لتدعيم صفوف الفريق لخطف اللاعب من الأهلي. مرتضى منصور يعرض 25 مليون جنيه كاش على الاتحاد السكندري والحصول على خدمات محمود علاء نهائيا وأوباما مقابل التفريط في مروان عطية. النجم الساحلي يؤكد أن انتقال محمد الضو كريستو للأهلي تم مقابل $1,250,000 وأنه تم خصم $910,000 باقي غرامة كولوبالي. توقعات بظهور محمد الضو كريستو لأول مرة مع الأهلي في المباراة المقبلة أمام المصري. باتشيكو يعد إدارة بيراميدز بقيادة الفريق لحصد مركز متقدم في الدوري ويرفض وعدهم بالتتويج بالبطولة المحلية. الحكم الدولي أمين عمر يؤكد أن الحساب الذي أثار الجدل مؤخرا على فيسبوك ليس له علاقة به. تقارير صحفية. بيبي مدافع البرتغال مرشح لمجاورة رونالدو في النصر السعودي. مرتضى منصور فتوح وعبد الله جمعة داخلين محششين وهذا استهزاء بالنادي. أمس كان هناك اجتماع وفتوح قال لي أنه يريد الرحيل وأنه سيرحل إلى الأهلي وقلت له هات لي العرض. الاتنين الحشاشين بره النادي. هذه مسخرة. المدرب اضطر لتغيير قوامه الأساسي بسبب هذا الثنائي. سأجتمع مع فريرا غدا بالطبع ولن أترك المركب يغرق ولن نستكمل الدوري طالما هذه اللجنة المنحرفة موجودة. في مباراة الأهلي كان هناك لمسة يد على ياسر إبراهيم والبنا لم يحتسبها، وفي مباراتنا سامسون كان له ركلة جزاء والحارس ضربه في وجهه ولم تحتسب. لن نشترك في هذه التمثيلية الهزلية يا جمال يا علام. فوق يا حازم إمام، انت وصمة عار في جبين الزمالك. هل أنت من مشجعي الزمالك؟ لماذا تخاف من الدفاع عن حقوق الفريق؟ هدفي هو الحصول على لقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، وهدف اتحاد الكرة منح اللقب للأهلي بالظلم عشان بيبو ما يزعلش. اسماعيل يوسف يدرك أنني لم أعد أستطيع احتمال ما يحدث وأرغب في الرحيل عن رئاسة الزمالك ولن يأتي أحد بعدي يكرر ما حققته للنادي. أحمد الله أنني لازلت حيا وسط كل هذا المستنقع. فيريرا بعد مباراة الداخلية. لن نفقد الأمل في المنافسة على الدوري وسنواصل العمل من أجل الوصول إلى اللقب. سأتحدث مع اللاعبين في بعض الأمور وسنعمل مرة أخرى للعودة إلى الانتصارات. أقول لجماهيرنا أن ما حدث في المباراتين الماضيتين لا يعبر عن صورتنا الحقيقية والمعتادة عنا في الفترة الماضية. لا نريد أن نهرب من الوضع الحالي فهناك مشاكل وسنسعى لحلها. أصبح الفارق بيننا وبين المنافس التقليدي 5 نقاط، وهذا حدث من قبل في الموسم الماضي وقدرنا بعد ذلك أن نعود ونتوج باللقب في النهاية. أمامنا مباريات كثيرة في الدوري وسنستعيد لياقتنا وسنعوض ما حدث في آخر مباراتين. أمير مرتضى منصور. فتوح وعبد الله جمعة رفضوا اللعب للزمالك أمام الداخلية بسبب كشف المنشطات. إداري الفريق داخل غرف الملابس قال للاعبين هناك تحليل منشطات ثم فوجئنا بفتوح وعبد الله جمعة يقولون مش هنلعب الماتش.
اللي غلط النهارده هيتعاقب من فتوح وعبد الله. ما ينفعش بأي حال من الأحوال لاعب يدخل لفريرا يقول له خرجني بره السكور، وعشان كده هيتعمل لهم تحليل وهيتم معاقبتهم. كولر بعد مباراة إنبي: الشوط الأول كان يعتبر إلى حد ما متكافئ بعض الشيء، نجحوا في خلق بعض الخطورة بالضربات الثابتة والهجمات المرتدة، ونحن بدأنا الشوط الأول بشكل جيد وأهدرنا فرص. كان من المهم أن نظهر الصبر في مثل هذه المباريات. تحدثت مع اللاعبين بالأمس عن الصبر وعدم الزهق بشكل سريع، وتحدثت أيضا معهم بين شوطي المباراة، وأكدت لهم ذات الحديث بأن نزعج المنافس والهدف سيأتي مهما طال الأمر. صنعنا فرص كثيرة جدا وأحرزنا هدفين عن طريق أفشة بعد مراوغة مميزة للحارس، وهدف آخر عن طريق ديانج. تحدثت مع أليو ديانج منذ فترة أن يستغل طاقته، وبين الشوطين أكدت عليه أن يقتحم ويظهر لزملائه ويقطع للأمام، ونجح اليوم في تنفيذ كل المطلوب منه، ونتج عن ذلك هدف رائع وهدف أفشة جميل جدا، واللعبة نفسها تدربنا عليها كثيرا. سعيد جدا بالفوز، وهذا ليس مكسب سهل. إنبي فريق صلب دفاعيا وصعب اختراقه، أندية كثيرة كانت غير قادرة على الفوز عليه. أحمد عبد القادر لاعب صغير ومازال أمامه الكثير لكي يتطور ويتحسن، لديه مهارات كبيرة وقادر أن يراوغ كثيرا، ونعمل على تطويره وسيكون أفضل بكثير الفترة القادمة. لا يوجد لدي مجال أو وقت لكي أعمل على التفاصيل الصغيرة مع اللاعبين والجزء الفني في التمرير، وذلك بسبب ضغط المباريات واللعب كل 48 ساعة، وفي مثل هذه الأحوال يكون الحديث نظري أكثر. سامي قمصان: حققنا 3 نقاط مهمة بالنسبة لنا، خصوصا بعد خروجنا من مباراة كبيرة أمام فريق بيراميدز. كولر حذر اللاعبين من قوة المباراة، خصوصا أن إنبي يمتلك مدرب مميز مثل طلعت يوسف. لا يمكن أن نؤدي بنفس أداء مباراة بيراميدز بسبب أرضية الملعب اليوم، لكن في النهاية نلعب على 3 نقاط، وبالتأكيد كنا الأحق بتحقيق المكسب، وهذا كان الأهم بالنسبة لنا لكي نتصدر ونبتعد عن المنافسين. الأهلي أكبر نادي في تاريخ مصر محقق بطولات، ولم نعتاد أن نفتقد الدوري لمدة موسمين متتاليين، وهذا كان شيء غريب علينا. حققنا أشياء إيجابية كثيرة مثل أفريقيا والكاس والسوبر، ولكن بطولة الدوري المصري شيء مهم بالنسبة للجماهير، ومن الضروري استعادتها. طلعت يوسف مدرب إنبي: الشوط الأول كان متساوي بين الفريقين، وكان هناك ضربة جزاء واضحة وصريحة بالنسبة لنا، وهذا لا يقلل من قيمة وحجم البنا حكم المباراة. يد لاعب الأهلي كانت خارج حدود جسمه، والبنا له تقديره الخاص ونلتزم به. ضربة الجزاء صحيحة من وجهة نظري، ولو كانت احتسبت سيكون لها دور في تغيير مسار المباراة. وبكده تكون انتهت أخبارنا، وأتمنى تشاركنا برأيك وتقول لنا شايف من وجهة نظرك مين كان أفضل لاعب في مباراة النهاردة بعيدا عن أليو ديانج. شايف من وجهة نظرك مين كان أفضل لاعب في الأهلي النهاردة بعيدا عن أليو ديانج. هستنى رأيكم واشوفكم على خير في حلقة جديدة.